الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. البارح اتصلت بنا امرأة مقبلة على الزواج، طلبت النصيحة. اليوم يتصل بنا راجل شاب قال أنا عندي المال، ما زال ما خطبش، هذا ما زال ما خطبش، ما زال ما عقدش. قال يا شيخ انصحني، ومين نجيب المرأة تاعي؟ انصحني لوجه الله. نقول لك يا أخي راك حرشتني، ما نخبيش عليك، حرشتني، ولكن لولا واجب النصيحة، لأن الدين النصيحة ما نجاوبكش، ولكن بما أنك أحرجتني وألحيت علي وطلبت مني النصيحة ننصحك. هاوليك وسأكون صريحا معك، نكون صريح معك. نقول لك يا أخي، إذا أنت إنسان تحب الطعام والجفاني والكساكس وريحة اللحم في الطعام كذا، جيبها من سيدي عيسى. سيدي عيسى بإذن الله تشبعك طعام وجفاني وكساكس. وإلا راك تحوس على النية هذيك الغافلة، النية اللي كيما تقولها تصدقك، تقول لها عندي دراهم تصدقك، ما عندي تصدقك، روح جيبها من المدية مشهورين النية والصفا. وإلا راك تحوس على الرتابة والظرافة، مرأة ظريفة ومرتبة وكل شيء بقانيه وكل شيء مطوي والشورى في الدار والحبة قوى، هذه روح جيبها مبليدة ولا مبجاية. البليديات والبجاويات مشهورين بهذه الرتابة والظرافة. وإلا تحب الشوربة والجاري والشخشوخة والزهر المقطر، هذه روح جيبها مقسنطينة وميلة. وإلا تحب وحدة حافظة لكتاب الله، روح الفرجيوة. أنا بالغني بنات فرجيوة مشهورات بحفظ القرآن الكريم. وإلا راك تحب على التفشاش، تتفشش في دارك وتعيش سلطان ملك وإلا تحوس على مرة تفشك وتشبعك القط والمقروط وتشاراك وجيبها من العاصمية يتفشك بإذن الله. وإلا راك تحوس على الحنبل والزربية والقشابية، هذه جيبها جلفاوية. وإلا تحوس على أولادك يكونوا سبوعة، هذه جيبها نايلية. وإلا تحوس الطول والعرض وكذلك نايلية. وإلا تحب الضيافة، ولا عندك ضياف ويجوك الضياف، تحب مرأة اللي تقوم لك بضيافك والكرم الحنانة، جيبها من الصحراء. بنات الصحراء مشهورين بالكرم والضيافة. كي تجي الضيافة كي يجوك 20 30 ما يش راح تقول لك علاش، مسكينة تطيب لهم وتقوم بهم، هذه جيبها من الصحراء. وإذا تحوس على الحرشاية والنقاء والنظافة تاع بيتك، وهذه روح جيبها صيفية مشهورين بالنظافة. وإذا تحوس على القناعة، تكون قانعة وراضية، كيما تعيشها تقول لك إيه ما تناقشك ما والو، المهم راجلها ودارها وولادها. وإذا تحوس على القناعة ومرأة اللي تدير لك ركايب، روح جيبها قبايلية هاي توقف معك. وإذا تحوس اللي تخدمك انت وتخدم يماك وتخدم باباك وتخدم جنان تاعك وتخدم لك دارك وتقوم بيك، روح جيبها جيجلية. هاي الجيجلية تخدم يماك وباباك وما يحش عمرها ما حد تقول لك علاش. وإذا تحوس على اللسان الطيب والكلام الحلو والحضارة والجاه والعز، هذه روح جيبها تلمسانية. وإذا تحوس على الذكاء والفهامة، وهذيك الفهامة يتوارثوها من الأم لأولادها، أنا روح جيبها مسيلة مشهورين بالفهامة، لذلك خرجوا عندهم علماء كبار. وإذا تحوس على الحرمة والهمة، روح جيبها تياتية ولا فرندية ولا شاوية. إذا تحوس على الحرمة والهمة والمرأة اللي تدير لك ركايب كما يقولوا وتحافظ لك على بيتك، لا بغات انت مسافر وما كاشك في الدار كي اللبة، محافظة على أولادها محافظة على دارها، روح وولي في الأمان تاع ربي تياتية ولا شاوية، هذا واش ننصحك. وإذا تحوس على القلب الأبيض، روح جيبها وهرانية من الغرب الجزائري. وإذا تحوس على الزين والجمال، وهنايا ما يهمش من تجيبها، لأن كل بنات الجزائر جميلات. وإلا تحوس على المرأة اللي تعاونك في حياتك وتعاونك في ولادك
وتعاونك في مالك، وتحافظ لك على مالك، وتحافظ لك على شرفك، وتحافظ لك على جاهك، وتحافظ لك على مكانتك، وعمرها ما تذكرك بسوء. مهما دير انت، عندي يماها وباباها دائما تذكرك بخير. روح جيبها من غردايه، غردايه هذيك كي دير واش دير مسكينه، دائما تخبي عليك وتستر عليك وكاع. شوفوا الخير تاع بنات الجزائر، شوفوا الجزائر شحال فيها خير، شوفوا العظمه تاع النساء تاع الجزائر. علاه الجزائريين خرجوا فرنسا؟ علاه الجزائريين حاربوا؟ عن بالك كانت كاينه امهات رضعوا هذا الشعب ورباوه على النيف، على الشرف، على التقوى. تصيب هذيك المراه مسكينه صابره وواقفه، ولذلك الحمد لله الجزائر مازال واقفه. هذه نعمه من الله. يقول عليه الصلاه والسلام إذا عن الرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين يكون مسلم وخلق يكون عنده خلق. راجل ياكل حلال، يصلي صلاته ويغير على مرته، عنده النيف، الخبز والماء والراس في السماء. وأما المرأة يقول عليها تتزوج المرأة لأربع، يقول لجمالها، ويقول ولجاهها، ويقول ولمالها، ثم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. حوس على المرأة اللي فيها الدين. هذه هي، هذا النساء اللي قلت لكم، هذا هو الدين. لأن الدين هذا ماشي كلام برك، هذه مدينة، مرأة مدينة وما تحافظش على رجلها. وين راهو الدين هذا؟ مدينة وتدي تسرق راجلها، وين راهو الدين هذا؟ مدينة وتهدر على راجلها، مزوجة به وتتلاقى به وتروح لدار يماها وتبدا راجلي فيه وفيه وفيه. هذا دين؟ هذا مدينة وما تحمدش كاع راجلها، عمرها ما تقولوا بارك الله فيك. يجيب لها واش يجيب لها؟ عمره ما يسمع منها الله يكثر خيرك ولا بارك الله فيك. يجي خارج رايح للخدمة، يا عباد الله، يا خارج لك الخدمة مسكين، ما كيش عارفها كاع، ولا يولي العشية ولا لا. ماشي تقول له روح يا زوجي، ربي يحفظك، ربي يسترك، ان شاء الله تولي لنا بخير يا زوجي، دير واخدم وتعب، ما تمس بك في الحرام. لا كي يكون خارج عباك تقول له ما تنساش هبط معك بدون زبل. يا اعوذ بالله، يخرج بكلمة الزبل، وكي يجي العشية هو يدغدغ. ماشي مرحبا بيك، مرحبا بالسبع تاع الدار، مرحبا بكذا نورت لنا دارنا، ماشي ترحب به، غير يجي واش جبت لنا، واش قلنا لك. الراجل يخرج بالزبل ويدخل بالاوامر، هذيك الدار تولي كحله على بيه يروح يهمل. ما لا يا اخي، انا وصيتك دوك شوف انت واش راك تحوس. يقول عليه الصلاه والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه ذات الدين، هذه ذات الدين اللي تقوم لك بنفسك، تقوم لك بدارك، تقوم لك بمالك، تقوم لك بأولادك، تقوم لك باباك ويماك، تقوم لك بجيرانك بضيافك، وانت خير. الحمد لله يا رب العالمين. والله غير رجال في الجزائر راهم محظوظين بأجمل نساء العالم. هذا النصيحة اللي ننصحك، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.